السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي، وبدل ما نشتري من بره ونخلي عيالنا ياكلوا اكل من بره، اعملي كنتاكي في قلب بيتك، مش مكلف ولا اي حاجة. بنص فرخة هتعملي وجبة حلوة وهتفطروا بيها وهيتبقى منها كمان. طبعا زي ما انتم شايفين احنا هنعمل مع بعض النهاردة الوصفة بتاعتنا ستريبس بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة ومش صعبة خالص. يلا قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. زي ما انتم شايفين انا معايا حوالي نص فرخة. طبعا الصدر خدته وقطعته شرايح طويلة كده صوابع، تكون قد بعضها، ما تعمليش حتة رفيعة وحتة تخينة علشان ما تتحرقش منك في الزيت. وبعد كده غسلتها وشطفتها كويس جدا بالليمون وشوية ملح عشان ريحة الزفارة ما تبقاش ريحتها زفرة. طبعا تعالوا نعمل مع بعض الخليط بتاعها، اللي هو عبارة عن كوباية دقيق، حوالي نص كوباية نشا، والتوابل بتاعتنا بصل بودرة وتوم بودرة وبابريكا وملح وفلفل اسود وشوية كمون صغيرين. وبعد كده هنجيب المية ونخلطه خليط خفيف جدا، يكون متجانس كده، لا تقيل ولا خفيف، يكون وسط معانا علشان نحط فيه الفراخ. وبعد كده هنسيبها حوالي، انا كنت متبلاها من الظهر لحد الفطار، كانت جميله جدا. جربيها ان شاء الله وهتعجبك، وما تنسينيش باللايك. واول ما تشوفي الفيديو قولي لي ايه رايك ان شاء الله، عشان هشوف هيعجبك ولا لا. وبعد كده عملت الخليط بتاعنا هون زي ما انت شايفه، ونزلت بشرايح الفراخ اللي انا عملتها، وهركنها في التلاجة لحد ما اجي احمرها، وهنشوف في النهايه النتيجه عامله معانا ايه. زي ما انتم شايفين اهون، اخلطيه كويس جدا واضربيه كويس، ما تخففوش ولا تقليه علشان طبقة الفراخ تشرب منه وتشيل طبقة على الفراخ، تبقى مقرمشة وطرية من جوه ومقرمشة من بره وتبقى جميلة جدا. زي ما انت شايفة هون احنا معانا الفراخ تبلناها وهنركنها في التلاجة. وبعد كده هنشوف الوصفة التانية بتاعتنا هنعمل مع بعض ايه. هنعمل ان شاء الله صينية مكرونة جنب الاستريبس، اكل خفيف ومش مكلف وحاجة حلوة خالص، واولادك هيتبسطوا بيه. طبعا انا سلقت المكرونه، كلنا بنعرف نعمل المكرونه، بس احنا ايه لازم ننزل كل حاجه بنعملها ونشوفها مع بعض. عملنا المكرونه وسلقناها، وجبنا الطاجن بتاعنا ونزلنا بشويه مكرونه في قلب الطاجن. وبعد كده انا عملت البشاميل بتاعي. البشاميل زي ما انتوا عارفين انا عملته اكتر من مره معاكم. وبعد كده قلبت شويه بشاميل على المكرونه، وبعد كده نزلت باللحمه المفرومه على الطبقه اللي هي المكرونه، وهننزل بطبقه المكرونه التانية، وبعد كده نحط عليها البشاميل زي ما انتوا شايفين. ونكون كده وصلنا لنهايه الفيديو، ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسناش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.